لكل موظف بيواصل الليل بالنهار، لكل واحد بيضحي بنومه وبيهمل أكله وعايش في توتر ملوش آخر علشان يقفل التاسكات، علشان يلحق الديدلاين. اسمح لي أقول لك تذكير ودي بس قاسي شوية، وأرجوك اسمعه بقلبك وبعقلك. صحتك هي راس مالك الحقيقي مش وظيفتك. فكر معايا كده لكام ثانية. لا قدر الله لو حصل لك حاجة بكرة أو انهارت من التعب، تفتكر إيه اللي هيحصل؟ الشركة هتزعل عليك في الأول، وبعدين فورا، أيوة فورا، هتبدأ تدور على بديل، وفي أسبوع أو 2 هيكون في CV جديد على مكتب مديرك ومكانك اتملى. أما أنت هتفضل لوحدك بتواجه الوجع والتعب والتبعات الصحية، وممكن تخسر وقت غالي من عمرك في العلاج. وعيلتك هم بس اللي هيشيلوا همك وحزنك، وهم اللي هيفضلوا جنبك لما الكل ينساك. الخلاصة اللي لازم تطلع بيها من الفيديو ده: ادي الوظيفة حقها واشتغل بضمير وأمانة، لكن اوعى تضحي بنفسك. الوظيفة ليها بديل، لكن انت ملكش بديل.